فيديل كاسترو يظهر أمام العلن إلى جانب شقيقه راؤول والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده 90. وأقيمت الاحتفالات في جميع أنحاء كوبا لتكريم كاسترو الذي لم يظهر علنا إلا في نيسان أبريل الماضي. من جهة أخرى نشر كاسترو في الصحف المحلية مقالة بعنوان عيد الميلاد، وفيها انتقد الولايات المتحدة مذكرا بالمحاولات المتكررة لاغتياله، وانتقد الرئيس باراك أوباما. تقول هذه السيدة الكوبية: على الرغم من أن عمره 90 عاما فهو يبدو على ما يرام. أقصد أفكاره، طريقة رد فعله، مقالاته والشخصية التي يتمتع بها، هو مثير للإعجاب. أما هذا المواطن فيقول: حسناً، الشيء المهم خلال مسيرة حياته أنه دائماً يؤيد الشعب وأهدانا طريقاً جيداً، وعلى المستوى العالمي حافظ على كرامتنا في القمة. يشار إلى أن فيديل كاسترو هو الرجل الذي وفر الطبابة والتعليم المجانيين لملايين الكوبيين وغالبيتهم من الفقراء، وانسحب من الحياة السياسية عام 2006 لأسباب صحية.